السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ساره عبد العاطي، وهنعمل النهارده مع بعض وصفه حلويات بحب اعملها بصراحه وانا رايقه. حلوه جدا جدا وسهله جدا وبسيطه ومن غير عجن ولا فرد، وطعمها لذيذ جدا وخفيفه. ممكن تاكلوا لكم 2 3 4 كده من غير ما تاخدوا بالكم، وحشوتها بجد يا جماعه خطيره، متاكده انها هتعجبكم جدا. اول حاجه هنا معايا 3 حبات من التفاح. هاخد التفاحيه الاول وهقشرها. مهم ان انا اقشرها لان القشر بياخد وقت في السوى اكتر من قلب التفاحه، فانا لو حطيت القشر معاها طبعا كده القشر هياخد وقت في السوى، والتفاحه مش هتستوي بسرعه فهتتهري. فالمهم ان انا اقشر التفاحه لان الجزء اللي جوه ده بيستوي بسرعه جدا عكس قشر التفاح. بعد ما قشرتها هقطعها زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. هشيل الجزء اللي جوه بالطريقه دي كده، وهشيل كمان البذر اللي جوه اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الناس اللي عندها قطعة التفاح تستخدمها، اسهل طبعا بكتير. وبعدين هبدأ ان انا اقطع التفاح زي ما انتوا شايفين بالشكل ده مكعبات صغيرة بالشكل ده. انا هقطع معاكم الكمية كلها 3 حبات زي ما اتفقنا من التفاح، والكمية دي مظبوطة بالظبط على الفطاير اللي انا هعملها. بعد ما خلصنا هاخد بقى طاسة عندي على النار، احط فيها معلقة كبيرة من الزبدة، وبعدين هنزل بقى اول ما تبدأ تسيح كده هنزل بالتفاح بتاعي الكمية كلها. وبعدين هضيف بقى مكونات الحشوة. عندي هنا ربع كوباية من السكر، حطيت اهو. السكر ده بقى لما بيتكرمل مع التفاح بيبقى رهيب. وعندي هنا نص معلقة صغيرة من القرفة. وهقلب بقى الكميات دي كلها مع بعض حلو جدا جدا. عندي يبقى تفاح وزبدة وسكر وقرفة. الحشوه دي مش قادره اقول لكم بقى قد ايه لذيذه وقد ايه ريحتها تحفه. ريحه القرفه مع التفاح والسكر اللي بيكرمل ده بتبقى ممتعه جدا جدا بصراحه. اهو انا معليه النار، بدا يغلي زي ما انتم شايفين اهو. اول ما يبدا يغلي هخلي النار يعني واطيه شويه. شايفين الصوص اللي نزل ده السكر بتاعي بدأ يتكرمل، وميه نزل شويه من التفاح والزبده بتاعتي. هبدا اقلب التفاح ده كويس جدا جدا لحد اما زي ما انتم شايفين اهوت الميه اللي نزلت دي خفت خالص اهي، وبدات تتكرمل وتغلف التفاح. السكر كله بدا يغلف التفاح ويتكرمل زي ما انتم شايفين بالشكل ده. اول ما الميه تخف خالص كده كده التفاح معايا بقى جاهز. عندي هنا بقى سوداني مجروش، ده بقى يا جماعه هينقل الحشوه في حته تانية خالص. دول حوالي معلقتين كبار. ممكن احط اي نوع مكسرات انا عايزاه. وهقلب بقى الحشوه بتاعتي، ممكن كمان اضيف زبيب لو حابين. دي بقى هيدي الحشوه بتاعتي قرشه خفيفه كده، قرمشه يعني. هنا بقى ديت شرايح البيف باستري. انا هستخدم العبوه اللي فيها 10 حبات. تمام، ممكن تستخدموا اي نوع بيف باستري انتوا عايزينه، مش شرط اللي في الفيديو طبعا. هجيب الصينيه بتاعتي وهدهنها زيت خفيف بالشكل ده. هبدأ بقى ركزوا معايا هنا بقى في التكنيك. همسك الواحدة بتاعت البيف باستري واخلي الجزء البلاستيك ده موجود، مش هشيله، واحطه على الطبق. تمام، وهحط الحشوه بتاعتي، وهجيب طبق تاني هخلي جنبي طبقين برضو. الورقه زي ما انتم شايفين اهي ما شلتهاش. هقطع بقى الفطيره التانية دي زي ما انتم شايفين بالشكل ده، خطوط بالطول اهو بالشكل اللي انتم شايفينه في الفيديو ده بالظبط. ده هيخلي شكل الفطيره حلو جدا جدا. لما اجي اشيلها من الطبق هتشال بكل سهوله. ليه؟ عشان الورقه البلاستيك دي انا مش شلتهاش. لو ما حطيتش الورقه البلاستيك الفطيره بتاعتي هتلزق على الطبق ومش هتطلع. نركز جدا في التكنيك يا جماعه. حطيت اهوت، وهبدا ان انا اقفل الفطيره بتاعتي بالشوكه بالشكل ده اهو. شايفين ازاي؟ هاجي اشيلها بقى من الطبق هتشال برضو بكل سهوله، لان انا برضو سايبه الورقه البلاستيك تحت اهي. بتطلع بكل سهوله، انما لو ما حطيتش الورقه وحطيتها في الطبق مش هتطلع، هتلزق في الطبق ومش هتطلع. تمام اهو. واحده كمان اهي بقفلها بالشوكه بكل سهوله. وزي ما اتفقنا ما انساش لازم الورقه البلاستيك تكون موجوده قبل ما احط الفطيره على الطبق. العبوة بتعملي 5 حبات من الفطير. انا زودت واحدة كمان من عندي عملت 6. هستخدم بقى هنا البيضة علشان ادهن الوش، حباية واحدة من البيض، وهحط كمان معلقة كبيرة من الحليب ونص معلقة صغيرة من الفانيليا. وهضرب ده كله حلو جدا جدا مع بعض. مهم جدا ان اضرب المزيج ده كويس قوي عشان ما يعمليش اي تكتلات على سطح الفطيره ويبقى السطح مالس وبيلمع. تمام، نضرب كويس قوي قوي الاول، وبعدين هستخدم فرشه وهدهن السطح بتاع الفطاير بتاعتي. هخليها بتلمع وحلوه جدا جدا، ولونها هيبقى تحفه بصراحه. طبعا مهم ان انا اكون مولعه الفرن قبل ما ادخل الفطيره لدرجه حراره 200 درجه حراره عاليه.
وكمان مولعه من فوق ومن تحت. لو الفطاير بتاعتي احمرت من تحت الاول بطفي من الفرن من تحت، مفيش اي مشكله، واستنى لحد ما تاخد لون كويس من فوق. طبعا كل واحد على حسب الفرن بتاعه وعلى حسب درجه التسويه. تمام. بعد ما ادهن الفطاير كلها بتاعتي اهو بالشكل ده، هبدا ان انا ادخلها الفرن. بعد ما طلعت من الفرن بقى يا جماعه شكلها تحفه تحفه رهيبه، لونها حلو جدا جدا، مستويه حلو قوي اهو من فوق ومن تحت كمان، شايفين ذهبي ورائعه. وريحتها بقى الناس اللي بتحب القرفه في المخبوزات هتعجبهم جدا جدا بجد، الفطاير دي شكلها تحفه. هنرش بقى هنا سكر بودره. الناس تقول مثلا لو حد يسالني البودره ديت سكر بودره ده مهم، ايوه مهم، لان الفطاير نفسها ما فيهاش كميه كبيره من السكر، الحشوه بتاعتها سكرها قليل، وكمان الفطاير نفسها ما فيهاش سكر، فمهم جدا رشه السكر دي هتظبط الحلاوه بتاعه الفطاير. شكلها تحفه رهيبه. عايزه اوريكم بقى الحشو من جوه، تفاح مع القرفة مع سكر الكراميل بقى والزبدة مع شوية الفول السوداني مديها قرشة كده رهيبة بجد. القرمشة بتاعته كمان مع الميكس ده حلوة جدا جدا. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، متنسوش تعملوا لايك، ومع السلامة.